السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في حلقتكم الأولى من قصص بوليسية واقعية. كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وتكونوا في أفضل الأحوال، وإن شاء الله تكونوا في صحة جيدة والله يسر لكم أموركم. كنتمنى تخليو إعجاب وتعليق وأيضا الدعم للقناة إلى عجبكم المحتوى بطبيعة الحال، وراني غادي نتسنى الانتقادات البناءة اللي غادي تطور المحتوى القناة. يلا خلينا ندخلوا مباشرة في سرد التفاصيل وأطوار جريمة اليوم. الأحداث ديالنا بمدينة مراكش في سنة 2014. واحد السيدة اسمها سعاد مزوجة واحد السيد موظف، وكانت عندها واحد البنت اللي العمر ديالها 9 سنين، اسم ديالها مروة، واللي تتقرا في الابتدائي. كانوا عايشين بخير وعلى خير متفاهمين، ولكن بعد فترة غادي توقع بيناتهم مشاكل، وهاد المشاكل اللي غادي تتراكم وغتطور بزاف حتى ما غاديش يبقاو قادرين يستحملوا هاد الصداعات. والبنت ديالهم الصغيره كيف ما غادي نقولوا ولات تسمع هاد الصداع ديما، الشيء اللي خلاهم يطلقوا. الزوج عاش حياته والزوجه عاشت مع بنتها في نفس الدار، وولات هي اللي كارياها حيت كانت خدامه استاذه. بقات عايشه مع بنتها تقريها وتلبسها، عايشين بخير وعلى خير. بقى الحال على ما هو عليه مده عام تقريبا. هذا الزوج من الحق ديالو يجي يشوف بنته، واخا الحضانه تعطت الام وحتى الام ما لقاش معها مشكل. قالت الاب كل اسبوع غادي نعطي لك بنتك تبقى وتبات معاك واحد الليله، مثلا ديها نهار السبت وجيبها لحد، اما الا كانت العطله نتفقوا قبل وديها ماشي مشكل. كيف ما تنقولوا ان الانسان تيبغي يشوف ولادو ويخرجهم، وخصوصا الا كانوا الزوجين متطلقين مع بعضياتهم. اتفقوا على هاد الهضره، ولا الزوج كيجي يدي بنته نهار السبت، كدوز معاه الليل وكيخرجوا كيدوروا، ونهار الحد ما العشيه كيرد بنته في نفس الوقت. فعلا كيردها باش دوش ليها وتوجد لها مسائلها على قبل الغد ليه المدرسه. واحد النهار جا السيد دا بنته كيف العاده، نهار الحد مني جاي يردها تيدق على طليقته، السيده ما كتجاوبش نهائيا. هنا جاتو في شكل، لانه مولف ومولفه طليقته في هذاك الوقت ما كتخرجش، ومده طويله كيدير معها نفس السيستيم، كيجي كيلقاها في الدار ولكن هاد النهار ما لقاهاش. فين مشات السيده؟ الله اعلم. اشنو غادي يدير هاد الراجل؟ هز التليفون واتصل بها، التليفون لقاه مطفي. مشكله كبيره هادي. ما عرف هاد السيد شنو غادي يدير، ما عرف فين غادي يصد، فين غادي يمشي. مني شاف طريقته ما كتجاوبش في التليفون ديالها ومطفي، غادي يعيط للام ديال سعاد. جاوباتو السلام عليكم، قال لها راني فلان، يعني انا ومروه واقفين حدا الباب ديال دار سعاد، جيت نرد البنت وتنصوني على سعاد ما كتجاوبنيش. قالت ليه قطع انا نصوني عليها. ملي كتصوني الام كتلقى فعلا التليفون طافي وهي تخلع. قالت ياك ما وقع عليها شي حاجه وهي بوحدها في الدار. اتصلت بالطليق ديال بنتها، قالت ليه تسناني هاني جايه نجيب الطوبل السوارت ونشوف شنو واقع. وبالفعل جات حلت الباب كتعيط سعاد سعاد، حتى وصلت لبيت النعاس ديال بنتها. كتلقى بنتها مقتوله بطريقه وحشيه وغارقه في دماياتها فوق الناموسيه اللي كتنعس فيها السيده. الام ما قدراتش تشوف هاد الجريمه وخرجت كتغوت على برا، لان السيد ما دخلش للدار. بقى مني فتحات السيده الدار دخلت هي والبنت ديالها، ولكن السيد ما عندوش الحق، بقى واقف على برا. ملي سمع هاد السيده تتغوت وكتعيط لربي اللي خلقها، هنا دخل الراجل. ياك لاباس شنو واقع؟ هنا شاف سعاد مقتوله فوق الناموسيه وغارقه في دماياتها. غادي يخرج المراه وغادي يقول لها خرجي عافاك خرجي، وبدا كيواسيها وكيقول لها خاص ما نقيسو والو في مسرح الجريمه، خاصو يبقى كيف ما كان باش البوليس يديروا خدمتهم والابحاث ديالهم والتحقيقات باش يقدروا يعثروا على بصمات اللي تفيدهم في البحث ونعرفوا شكون اللي دار هذا الشيء في سعاد.
قال لها خرجي عافاك، انا نعيط للبوليس. خرج بنته اللي ما خاصهاش تشوف هذا المنظر لانها تقدر تبقى لها عقده في حياتها. خرج بنته وخرج الام ديال سعاد. طليق عيط للبوليس وجاو على وجه السرعه. هنا فاش دخلوا لقاو السيدة مقتولة، وحسب الملاحظات اللي دارت على جثة الضحية غادي يستعنوا بتقنية مسرح الجريمة والبصمات والشرطة القضائية. البحث الأول والتمهيدي على جثة الضحية تبين لهم أن هاد السيدة مقتولة وفيها عدة طعنات على مستوى البطن والجسد وظهرها. هذا اللي قتلها ما خلى فين خشى فيها الجنوية باش يتخلص منها بأي طريقة ممكنة. حين تعرفها غتعرف عليه. بداو الأبحاث في الدار وقاموا بتمشيط المنزل، لربما يعثروا على شي حاجة اللي تنفعهم في البحث أو يمكن يعثروا على أداة الجريمة. ولكن هنا كيف لاحظ العميد الشرطة كيلاحظ أن الماريو تاع السيدة كله مرون، الحوايج ديال الضحية كلهم مجبودين مليوحين على برا، وحتى البيت اللي كتنعس فيه البنت ديالها. يعني ممكن سعاد تقتلات بدافع السرقة. ما حدهم لقاو الماريو مرون والدار كلها مريتلة كلها مقلوبة. يعني هاد الجاني ولا الجنات اللي ارتكبوا الجريمة ارتكبوها بدافع السرقة. هذا ما استنتجوا البوليس. غادي يعلموا النيابة العامة بالأمر وغتعطيهم كافة الصلاحية لنقل الجثة لمستودع الأموات على قبل تشريح طبي باش يعرفوا أطوار وملابسة هذه الجريمة. تنقلات الجثة لمستودع الأموات وغادي يبدأ البحث مع الجيران اللي لما سولوهم واش سمعوا صداع ولا غوات السيدة في دارها، الجيران قالوا أنهم ما سمعوا لا غوات لا صداع اللي يخليهم يشوفوا شنو واقع. ولكن هنا البوليس اللي ما دخلش لهم لعقلهم أن هاد السيدة فيها طعنات كثيرة، وفاش كانت تتلقاها غتكون كتغوت. الغريب في الأمر الجيران كلهم اللي بحثوا معاهم تيقولوا أنهم ما سمعوا لا غوات ولا صداع، ما سمعوا حتى شي حاجة. هنا غادي يبحثوا مع الأم ديالها، غادي يقولوا لها بنتك ياك ما عندها شي مشكل مع شي حد ولا عداوة ولا شي مشكل مع شي جارة ولا في خدمتها، قولي لنا شي حاجة اللي تتشكي فيها، واش تشفرات شي حاجة من الدار ديال بنتك. الأم تتقول لهم بنتي ما عندها حتى شي مشكل ولا عداوة مع شي حد، بنتي داخلة سوق راسها، كانت خدامة في الثانوية كتجي للدار قبل البنت ديالها، هادشي اللي تنعرف. سولها وقال لها واش البنت ديالك تتفكر في الزواج ولا بغى يخطبها شي حد. قالت ليه لا ولدي، البنت ديالي من نهار تلقات قالت لي واحد الهضره عمرني ما ننساها. قالت لي من هاد اللحظه فاش طلقت كنعرف غير بنتي، نخدم عليها ونضرب عليها تماره ونقريها. انا ما بقيت قاده على راجل، ما بغيت شي صداع واحد اخر. الام تتاكد هاد الشيء. يعني سعاد المرحومه مولفه تعاود الام ديالها. هنا البوليس يقولوا لها شنو تشفر للسيدة من الدار، حين شافوا الدار مقلوبة بديك الطريقة ربما يكون تشفر لها شي حاجة. قالت لهم الأم فعلا بنتي تشفر لها واحد المبلغ مالي قدره 6 مليون، وأزيد على ذلك بنتي تشفر لها الذهب من دارها. يعني هاد الجريمة جريمة قتل ترتكبت بدافع السرقة. هاد المعلومات هادو الأقوال اللي تداروا في محضر الأم ديال الضحية خلات المشتبه فيه الوحيد والرئيسي هو الطليق ديال سعاد. علاش في رأيكم يكون هو اللي دارها؟ لأن البوليس حطوا بزاف ديال الاحتمالات قدامهم، ديال أن السيد ممكن يستهدف الضحية ويقتلها بدافع حضانة بنته، حين تيشوفها النهار في الأسبوع. ثانيا عارف الدار وعارف مزيان طليقته اش كان عندها، يعني الذهب والفلوس ولا عندها شي حاجة أخرى، وعارف المكان اللي كتخبي فيه. ثالثا أن باب الدار ما فيه لا أثار عنف ولا كسر في القفل ديالو، يعني الضحية سعاد عارفة الجاني وفتحت الباب بالقفل، والجاني دخل عند الضحية وارتكب في حقها جريمة القتل.
في الاول جابوا الطليق ودخلوه باش يبحثوا معاه. قالوا لي عناصر الامن الوطني نقول لنا البرنامج اليومي ديالك من نهار ديتي هاد البنت، من نهار السبت بالعشيه، اشنو وقع، اش درتي معاها، فين مشيتو، فين جيتو، معاش دخلتو، معاش خرجتو، حتى نهار جبتيها واكتشفتو هاد الجثه. اسيدي نهار السبت مولف كان جي ندي البنت، كنتصل بسعاد وهدرت معاها واتفقنا. جيت ديت البنت ديالي، من موراها مشيت تقديت ليها شي مسائل اللي مولف انا كنشريهم ليها واللي كيفرحوها. تمشينا وبقينا كنهضروا انا وبنتي. مع ديك العشرة الليل دخلنا للدار ديال العائله ديالي اللي انا كنسكن معاهم لحد الان. دخلت اسيدي ونعست البنت ديالي وحتى انا نعست. الغد ليه نهار الحد مع الصباح فقت مع ديك التسعود. فاقت بنتي، فطرنا مع الدار وخرجنا. دورتها ومع ديك 12 رديتها للمنزل، خليتها مع الام ديالي والعائله. انا خرجت باش نجلس مع صحابي واحد شويه في القهوه. جلست مع فلان وفلان وفلان، جلسنا في القهوه الفلانيه. مني اذن الظهر مشيت مع هاد الاصدقاء صلينا، من بعد تفرقنا كل واحد مشى للدار ديالو باش يتغدى. مشيت للدار، دخلت تغديت، من بعد نعست واحد شويه حتى وصلت هذيك الخمسة. هزيت بنتي باش نديها عند الام ديالها اللي موالف كنجيب ليها فيها البنت بالضبط. مني مشيت للدار كندق حتى شي واحد ما كيجاوب، كنتصل والو. الشيء اللي اثار الانتباه ديالي حيت انا مولف كنلقاها كتسناني. منين ما لقيتهاش عيطت لامها. مني وصلت الام ديالها لقيت هاد الكارثه في الدار. هذه هي الاقوال اللي دلا بها هاد السيد في المحضر. غادي يبحثوا فيها ويشوفوا البرنامج اليومي ويبحثوا في وسط العائله ديالو ويتاكدوا امتى السيد خرج مع بنته، مع الوقت الفلاني امتى دخلوا مع 10، خرجوا مع 9، دخلوا مع 12. عيطوا الاصدقاء ديالو قالوا فعلا سيدي جلس معنا في القهوه حتى صلينا الظهر، من بعد تفرقنا كل واحد مشى للدار ديالو. العائله حتى هي كتاكد ان الابن ديالها مع الجوج جات تغدى ونعس شويه حتى فاق وفيق بنته وداها لعند الام ديالها اللي لقاها مقتوله. يعني البرنامج اليومي ديالو كله مضبوط، والعائله والاصدقاء وحتى النادي ديال القهوه تيقولوا ان السيد جا ووقته مضبوط، وما كاينه حتى شي حاجه كتثير الشك ولا كتثير الانتباه انه متورط في هذه الجريمه. في هذا النهار غادي يخرج تقرير الطبيب الشرعي اللي تيقول في التقرير على ان الضحيه سعاد قتلها نهار الحد ومع 9 الصباح. والسيد مني بحثوا معاه عرفوه فين كان، وحتى لما بحثوا مع البنت مروه بطريقتهم اكدت لهم انه في ذاك الوقت كان معاها. كل شيء تيأكد باللي السيد ما عنده حتى شي علاقه مع الجريمه. السؤال اللي شاط البوليس هو شكون مرتكب هاد الجريمه اللي حلت ولمن حلت سعاد الباب، حيت الجاني كانت كتعرفو مزيان، حيت ملي بحثوا في المنزل الضحيه وفي الباب ما لقاو فيه حتى شي كسر ولا اثار. يعني الضحيه على معرفه تامه بالجاني. شكون هذا ولا هادي اللي قتلوها؟ غادي يرجعوا البوليس لنقطه البدايه وغادي يرجعوا البحث من الاول. واللي نسيت ما قلت لكم في التقرير ديال الطبيب الشرعي على ان الضحيه سعاد راه تم الاغتصاب ديالها وتم الاحتفاظ بالحمض المنوي اللي لقاوه في المهبل ديال الضحيه. وازيد من ذلك على ان سعاد قبل ما تقتل او لو خلينا نقول قبل ما تغتصب راه كانت كتدافع على راسها، لان هذا اللي دخل عليها واللي اغتصبها بطريقه وحشيه كانت كتقاومه. هاد المعلومه جديده عطاها لهم تقرير الطبيب الشرعي، والبوليس بداو تيشكوا في سعاد على انها عندها شي علاقه ولا شي شخص في حياتها كيجي عندها للدار فاش تكون بنتها عند الاب ديالها. في ديك الليله ممكن السيده فاش مشات بنتها عند باها جا العشيق ولا الخليل ديالها، وممكن شاف عندها الفلوس ولا الذهب
وقرر وخطط باش يرتكب جريمة القتل. خيوط هاد القضية متشابكة، ما عرفوا منين يبداو هاد القضية. البيست اللي دخلوا ليها تلقاوها مسدودة ويرجعوا لنقطة الصفر ويرجعوا البحث من الأول. والسؤال اللي حير الأمن الوطني، علاش بالضبط داك النهار اللي ارتكبت فيه الجريمة؟ يعني يمكن يكون الخليل، يمكن يكون شي حد في الجيران اللي تعرف أن السيدة نهار السبت ونهار الحد في العشية كتكون بوحدة في الدار. وهنا الطبيب الشرعي أكد على أن الضحية تقتلات نهار الحد بالضبط مع 9 الصباح. إذن شكون بقى ليهم دابا؟ بقى ليهم داك الوسط ديال ديك الثانوية اللي تتقري فيها، ومشاو لديك الثانوية وبداو كيبحثوا. تأمروا من النيابة العامة وتوصلوا بالمدير اللي جاب لهم بعض الصديقات ديالها اللي قرابين منها واللي كيكونوا معاها. بداو كيبحثوا معاهم، وأول حاجة سولوهم: واش سعاد تتعاود لكم على شي واحد كتهضر معاه، ولا شي واحد بغى يتزوج بها، ولا خاطبها، ولا تتخرج معاه، ولا شي حاجة؟ نتوما الصديقات ديالها ممكن تكون تتعاود لكم الأسرار ديالها. الصديقات كيقولوا: أسيدي ما كتعاودش لينا، وما كنعرفوش باللي عندها شي خليل، وما كنعرفوا والو. بيناتنا الهضره ديال العيالات، بيناتنا الهضره ديال الخدمه، هادشي اللي كاين. يعني حتى هاد البحث اللي خداو البوليس في هاد الثانويه ما توصلوا حتى شي حاجه، ما وصلهم لوالو. الصديقات كيقولوا: هاش كاين. هاد البحث اللي قاموا معاهم اعطاهم معلومات جد عاديه، حتى تقنيات البصمات ما عثروا حتى على شي حاجه ولا شي بصمه مخالفه في هاد الدار. كاينه البصمه ديال السيده وبصمه ديال الام ديالها، اللي شي حاجه طبيعيه انها تكون وكتجي عندها مره، وما كاينه حتى شي بصمه اللي مخالفه في الدار. من بعد ما فات 15 يوم على هاد الجريمه، دازت واحد السيده اللي كتعاود ليهم في واحد النهار مع الصباح بكري، بدات كتغوت: وعباد الله في وسط واحد العماره. من يسمعوها الجيران وجاو يشوفوا شنو بها، فعلا غير مشاو لقاوها طايحه مورا الباب وكتغوت. غادي يدفعوا الباب وغادي يدخلوا وينوضوا السيده: مالك شنو بيك؟ قالت لهم: فلان بغى يدخل عليا للدار. قالوا ليها: اش كتقولي؟ شكون فلان؟ فين كتعرفيه؟ قالت لهم: فلان اللي ساكن في العمارة المجاورة ليا. هداك السيد راه دخل عليا وكان باغي يقتلني وكيحيد ليا في حوايجي وبغى يقتلني ويغتصبني. انا متأكدة من هاد الشي. هاد المرأة كتقول: انا متأكدة، عيطوا للبوليس. للتذكير، هاد المكان اللي غوتات فيه هاد المرأة، هاد العمارة كانت مجاورة للمكان اللي تقتلت فيه السيدة اللي هي سعاد. اتصلوا بالبوليس والبوليس جاو لعين المكان، وفعلا هاد السيدة قالت لهم هاد الهضرة: فلان اللي ساكن في العمارة الفلانية المجاورة لينا راه دق عليا، حليت عليه ودخل تحت وبغى يقتلني ويغتصبني. سولوها البوليس: كيفاش دخل عليك وبغى يغتصبك وباش عرفتيه؟ قالت ليه المرأة: راه شفتو في وجهه. واش بيناتكم شي مشكل؟ قالت ليه: لا سيدي، ما بيناتنا حتى شي مشكل. دق عليا الباب وفتحت ليه، دخل عليا بغى يشدني بعنف. هادشي اللي كاين سيدي، انا متأكدة من هاد الهضرة ومتأكدة باللي هو جارنا. مني قالت لهم هاد الاقوال كل شي هنا غادي يتجه للدار ديال هذا الراجل اللي نعتات لهم المراه. غادي يمشيو البوليس وغادي يطلعوا ويبداو يدقوا على ديك الشقه، غادي يبقاو يدقوا ولكن حتى شي واحد ما حل ليهم. غادي يخرجوا الجيران اللي غادي يسولوهم ويقولوا لهم الاسم والنسب والخدمه ديال هاد السيد، وغادي يتوصلوا على انه ساكن بوحدو في هذا الدار وباللي خدام في الشركه الفلانيه. ولكن فين مشى؟ الله أعلم سيدي. آخر مرة شفناه هو البارح يعني السيد ممكن أنه بغى يدخل على السيدة من اللي غوتات، خاف من الجيران والراجل هرب
وغبر ليه لاطار، ما بقاش كيبان هنا عميد الشرطة اللي جا لهاد المنطقة فعلا بقى كيقارن الأقوال ديال هاد السيدة وشنو وقع لسعاد وتيقارن بيناتهم، وخصوصا على أن سعاد كتسكن في هاد المنطقة وكتسكن مجاورة لهاد العمارة اللي وقعت فيها هاد المشكلة. ممكن يكون ارتكب هاد الجريمة تاع سعاد، وممكن كان باغي يرتكب جريمة أخرى في حق هاد المرأة، ولكن فاش خرجوا الجيران الراجل غبر وهرب. واللي زاد أكد مني مشاو للدار أن السيد ما كيجاوبش، يمكن يكون في الدار وما باش يفتح ليهم، ممكن يكون في الدار ومخبي. خداو أمر من النيابة العامة باش يفرعوا الباب ويشوفوا شنو واقع من داخل. من يفرعوا الباب ودخلوا وبقاو يقلبوا هنا ولهيه، ولكن ما لقاو حتى شي حد. هنا راهم عارفين باللي السيد كيسكن بوحدو في الدار. من يقلبوا في البيت ديال النعاس ديالو لقاو بزاف تاع الذهب وتقريبا شي 5 المليون محطوطة. في هاد اللحظة الشرطة تتأكد أن الذهب ودوك الفلوس كيرجعوا للضحية سعاد اللي تقتلات، والسيد ولا مشتبه فيه خاصهم يجبدوه في أقرب وقت ممكن. وأيضا حاجة أخرى، فاش كانوا كيقلبوا في الكوزينة لقاو واحد القميجة مجموعة وملوية في واحد البلاصة في البلاكار التحتاني. هاد القميجة من الممكن تجاوبهم على بزاف الأسئلة، لأنها كلها عمر دمايات. صيفطوها البوليس للمختبر باش يطابقوها مع دم الضحية سعاد، ودارت عليها الخبرة وخرجت النتيجة إيجابية على أن الدم اللي تلقى في القميجة مطابق لدم الضحية سعاد. يعني هنا قدروا يتوصلوا للمجرم وبالدليل، وقدروا يفكوا لغز الجريمة. ما حدهم لقاو الذهب ولقاو الفلوس ولقاو القميجة اللي فيها الدم، والدليل القاطع على أنه مطابق لدم سعاد. السيد هو اللي مرتكب الجريمة، السيد هو اللي قتلها، وكان ناوي يرتكب جريمة أخرى لولا لطف الله. والحمد لله السيدة غوتات وجاو الجيران. أما كان غيرتكب جريمة أخرى مشاو البوليس للشركة اللي كيخدم فيها هاد السيد اللي هو المجرم، ولقاوه ما جاش مدة 10 أيام هادي. يعني هنا البوليس تيزيدوا يتأكدوا بأن السيد متورط في هاد الجريمة. ملي قتل سعاد غبر وما جاش باقي للخدمة. هادشي اللي وقع غادي يخلي البوليس يبحثوا وغادي يزيدوا يتعمقوا في البحث باش يعرفوا الأصل ديال هذا الراجل منين هو، وغادي يلقاو فعلا على أنه كينتمي لواحد الطوار اللي خارج هاد المدينة. غادي يمشيو حتى المكان اللي كيسكن فيه اللي هو دار والديه. غادي يدقوا غادي تخرج واحد المرأة، غادي تخرج واحد المرأة هي وواحد الدري. غادي يسولوا على هاد السيد وغادي يقولوا لهم ما كاينش، يكشي بس ما كاين. غادي يقولوا لهم البوليس لا بغينا غير نسولوه. غادي تنطق الام والاخ ديالو غادي يقولوا ليه راه شحال هادي ما جاش، راه تقريبا شي 2 شهر ما بقاش جا لعندنا. سولوهم البوليس واش مولف كيتعطل، قالوا ليه لا مولف مره كيجي لعندنا، ولكن مؤخرا تقريبا واحد 2 شهر هادي ما جاش. هادو هما المعلومات اللي خداو من العائله ديالو الام والاخ. هنا غادي يقولوا لهم بغينا نمرة التليفون اللي مولف كيتصل بكم بها، اللي كيعيط لكم ويطمن عليكم منها. الام والاخ غادي يقولوا ليه اسيدي الاخ ديالنا كل مره داير نمره في شكل، كل مره كيعطينا نمره، يعني ما عندوش نمره محدده. وإلا عطيتك شي نمره غادي تتصل به وغادي تلقاها طافيه، يعني خارج التغطيه. ممكن يكون بدل النمره ديالو كل نهار كيجينا بنمره في شكل. البوليس كيزيدوا يسولوا الام ديالو والاخ واش هاد السيد كيعرف شي بنت او خاطب او لا مجوج ولا مطلق، وقولوا لنا شي حاجه كتعرفوها على ولدكم. هنا الاخ ديالو غادي ينطق بواحد الهضره مهمه، غادي يقول لهم راه كيعرف فلانه وراه ساكنه هنا قريبه لينا، راه تيعرفها وراه مواعدها بالزواج،
وهذه مدة طويلة باش عنده علاقة بها، يعني كل شي كيعرفهم. هنا سولوه البوليس شكون هاد البنت. عرفوا الدار وغادي يمشيو عندها ويدقوا عليها، غادي يجيبوا السيدة ويبحثوا معاها. هنا غادي يقولوا لها شنو كتعرفي على فلان، وهي تقول لهم اش غنقول لكم، كاين اللي كيقول خاطبني وكاين اللي كيقول موعدني بالزواج. اسيدي انا راه كنهضر معاه تيتصل بيا وكنهضروا. علاش اسيدي شنو داير؟ هنا البوليس غادي يجلسوها وغادي يقولوا ليها سمعي، الخطيب ديالك ولا العشيق ولا سميه كيف ما بغيتي تسميه راه مرتكب جريمة قتل، يعني تساعدي معانا ولا حتى انت غادي تورطي معاه، وإلا انت عارفة شي حاجة غادي تمشي معاه وغادي تحاكمي. قالوا ليها عندك واحد الحل، هو مولف كيتصل بيك ومولفه انتيا كتصلي بيه وكيطمن عليك وكتهضري معاه مزيان. قالوا ليها ما تتصلي بيه ما تقولي ليه والو، خليه حتى يتصل بيك، حينتي لا اتصلتي بيه انتي تقدري تفشلي لينا الخطة. خليه حتى يتصل بيك هو وقولي ليه انك بغيتي تشوفيه ضروري، من بعد اتصلي بينا وديري معاه البلاصة وحنا غادي نلقيو عليه القبض. البنت ملي سمعت هاد الهضرة والقضية فيها جريمة قتل وما فيها ما تورط معاه، قالت لهم هادشي اللي غادي ندير معاكم. اتفقنا غادي تدوز مدة تاع 3 ايام وهاد المجرم غادي يتصل بها وغادي يقول لها بغيت نشوفك وراه غادي نجي حتى لعندك وبغيت نشوفك عندي ليك شي هضره. اتفقوا على البلاصه، اتفقوا على كل شيء. غادي تعلم البوليس وغادي تمشي عند الدرك الملكي، حيت البلاصه اللي تابعه ليها الدرك الملكي. غادي يعلموا البوليس وغادي يجيو لعين المكان اللي دارت معاه. فعلا ملي غادي يتلاقاو وغيبداو غادي يشدوه البوليس. اخيرا ملي شدوه غادي يديوه للبحث. شدوا السيد وزيروه بالاقوال وقدام الحقيقة والدلائل اللي كلها ضده، ديك القميجة اللي فيها الدم، وزيد على ذلك حتى السائل المنوي اللي لقاوه في المهبل ديال الضحية. خداو عينة من هاد المجرم وداروا لهم مطابقة وقالوا لهم مطابقة عليها، يعني هاد السيد هو مرتكب لجريمة القتل ديال سعاد، وأزيد على ذلك محاولة القتل ديال الجارة الأخرى. زيروه بالأقوال والشهود والدلائل وكل هادشي كان ضده، وهو اعترف لهم بالجريمة. قال لهم أنا اللي قتلت سعاد وأنا اللي كنت غادي نقتل هاديك السيدة. قالوا ليه علاش، شنو السبب اللي خلاك دير هاد الجريمة؟ قال لهم كيسكنوا في الدار بوحدهم وعارف باللي خدامين وبرزقهم، وانا عارف باللي السيدة مطلقة وان الطليق ديالها كيجي كيبغي يشوف بنته، كيديها معاه السبت وما كيردها حتى نهار الحد في العشية. عرفت مزيان القضية وخططت مزيان لهاد الجريمة، وخلى السيد حتى جد بنته والغد ليه مع الصباح نهار الحد مع تسعود مشى هز الجنوية داها معاه ومشى عند السيدة دق عليها، دق 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 دق، حلت الباب ودخل، هجم عليها وسد الباب موراها وهجم على السيدة واغتص بها بعنف. من بعد ارتكب هاد الجريمة وتخلص من الجثة. من بعد غادي يشفر السيدة وغادي يدي ليها ذهبها وفلوسها، غادي يكشطها. من بعد خرج من الدار وما شافو حتى شي واحد. من بعد مدة خطط لجريمة أخرى. هنا جا عند السيدة ودق عليها، مني حلت ليه السيدة تلح عليها بيضربها وهو كيضرب فيها بالجنوية، ولكن ما جاتش فيها حتى شي دقة، فقط غير إمارة وضرابي. السيدة مع كانت قوية ومسيطرة على الوضع بدات كتغوت، وهو منين شافها كتغوت وشاف الباب محلول عليه تخلع وادعق وهو يخرج. خرج من الدار كيجري وغبر ليه الآثار. لحسن حظ السيدة عرفاتو حيت ما كانش مخبي الوجه ديالو. هنا تقدم المجرم للعدالة بالدلائل المضبوطة، كل شي كان ضده
وأزيد على ذلك الأقوال اللي قالها وصرح بها واعترف كيف نفذ العملية، تقدم للعدالة وتحكم بالمؤبد. أنا بهذا من عندي يستحق الإعدام، وكيستحق أكثر من الإعدام اليوم قبل من غدا، ولكن للأسف في بلادنا ما كاينش، تحكم عليه بالمؤبد وهنا سيادنا كتنتهي القصة أو جريمة اليوم. كنتمنى تكونوا استفدتوا مزيان، والله ييسر لكم أموركم، ونتمنى النجاح للدراري والبنات اللي مدوزين الباك، والله ييسر ليهم ويسهل عليهم باش يفرحوا والديهم بنجاحهم. هنا الله يسهل على الجميع، ونتمنى تخليوا لي إعجاب وتعليق وأيضا دعم القناة. إلى الحلقة القادمة إن شاء الله.